العالم بتاعك. بداية أحييك وأحيي جميع الحاضرين. طبعا أنا سعيد إني اليوم بجلس في مدرسة الوطن العربي بمصر ومع أساتذة يعني الثقافة والفكر العربي. بداية يعني الحديث يعني بشجون الكثير من تحدثوا عن العقبات والعقبات كثيرة، لكن لم يتحدث أحد عن تجاوز هذه العقبات وهي إشكالية. يعني أنا حقيقة الفيلم تبعي كما تحدث الأستاذ عرض نصفه على بعض القنوات أو قناة معينة وتم إيقافه في البث. هذا فيلم غزاوي الذي عرض في الافتتاح. طبعا الآن يعني إذا أردنا أن نضع حلول تجارب مريرة في يعني نشر ذكريات مريرة، لابد أن نضع أمل إنه إحنا ننفذ، أو كما يقول بعض الحكماء أن ما يبنى عليه عمل. يعني ما نضلش نقول إنه إحنا لا في إشكاليات، لا، ما يبنى عليه عمل كيف ننفذ عن هذه المسألة. بتصور إنه إحنا يعني المخرجين بالذات لابد أن يخرجوا من عباءة المنتج بداية حتى يستطيع أن يتحرر بفيلمه. إذا كان متحرر بفكره لابد أن يتحرر بفيلمه. أنا فيلمي لابد أن أضع فكري فيه، ما أضعش حسب سياسة المنتج. لذلك يعني لابد أن يكون فرض المخرجين لسياساتهم هم وليس لسياسة القناة أو سياسة المنتج. ثاني شيء لابد أن يجتمع جميع المثقفين إن كانوا مخرجين أو منتجين أو سيناريست أو صحفيين، ويفرضوا على جميع القنوات ساعات بث معينة تفتح مجال للفيلم القصير أو الوثائقي أو التسجيلي ليعرض للجمهور هذه السياسات طبعا، ويعرض في الوقت الذي يجد فيه وقت لمشاهدة الفيلم. طبعا في كثير من الأوقات لا تجد على التلفاز كثير من الجمهور. في يعني بعض القنوات يقول لك أنا عرضت أفلام بس وقتاش عرضتها؟ في الوقت اللي الناس نايمة أو الناس تطلع على وقت التلفزيون. هذا لابد من تحديد الوقت المناسب، وقت فيه مشاهدة. ثاني شيء يعني أنا محظوظ في غزة لأن مهرجان غزة الدولي كان معاد الشهر اللي فات، نتيجة نقص التمويل أوقفنا المهرجان، وهذه إشكالية في التمويل. ثاني شيء يعني لابد أن ننطلق نحو الإبداع وليس نحو الإحباط أو نحو يعني البكاء على الأطلال. لابد أن نفرض أجندتنا على وزارات الثقافة العربية. المثقفين لابد يعني أن يجلسوا مع وزراء الثقافة العربية ويحددوا توجهاتهم، بحيث إنه إحنا مثقفين عندنا وجهات نظر. المجتمع طبعا العربي بشكل عام أصبح لا يقرأ. الكتاب اليوم بدك تقرأه بدك يومين ثلاثة فيه، لكن أنا بفيلم قصير لا يتعدى نصف ساعة ممكن أوصل فكرة كتاب كامل أو فكرة أمة موجودة وفكرة منهج أنا بدي أوصله للناس، ومنهج تعليمي أو منهج ثقافي أو حتى في مستوى التربية. أنا بدي أربي أطفال وأعمل لهم أفلام للأطفال كيفية السلوك، وأنا بتصور إنه إحنا لازم نخرج من الفكر كان فكر حزبي أو فكر ديني أو إلى مستوى الإنسانية. أنا أخرج من عباءة الاختيار إلى أن أكون إنسان موضوعي، أتعامل مع الناس بإنسانية وأدرس الحالة الإنسانية للمجتمع وأكون إنساني في كل طروحاتي. وهذا الله أعلم. شكرا.